بسم الله الرحمن الرحيم. معكم محمد من تكنو اب. النهارده هنتعرف على ازاي ان احنا نقدر نعمل سيت اب لبرنامج كاسبر سكاي انترنت سيكيورتي 2017. هنيجي على الملف اهوت. تمام، نعمل له فك ضغط، وبعدين هو عندنا البرنامج اهو الريست. هنيجي على اللي هو انجليزي اي ان ده، دبل كليك. بعدين هتظهر لنا الواجهة بتاعة البرنامج. هنضغط على كونتينيو اهو، كاسبر سكاي انترنت سيكيورتي. تمام، هنشيل العلامة من هنا اول حاجة. بعد كده نضغط انستول. كده البرنامج نزل معانا. تمام، نزلت الايقونات الخاصة بيه. بعد كده هنشرح ازاي ان احنا نقدر نفعله او ان احنا نخليه معانا بشكل دايم. تمام، بعد كده نضغط على فينيش. هيظهر لنا القائمة الخاصة بيه. طبعا دي احدث نسخة موجودة حاليا من كاسبر سكاي انترنت سيكيورتي. لو فتحنا الملف بتاعه هنلاقي في حاجة اسمها ريسيت اند باتش. هنضغط عليها نفتحها. هتلاقي جواها حتى التعليمات بالظبط اللي احنا بنعملها او اللي انا بعملها دلوقتي، مشروحة ازاي ان احنا نقدر ننفذها بحيث ان البرنامج يشتغل معانا بشكل كويس. تمام، او لو فتحناها مع بعض، اول حاجة بنعمل داونلود وانستول للكاسبر سكاي 2017. بعد كده بنعمل بوز للبروتكشن وديسيبل سيلف ديسنس. هو اشتغل معانا اهو. نضغط على سكيب. enable protection. اول حاجة enable protection against ads to install only desired software and block additional installation. هنضغط finish. تمام، بعد كده في الملف اللي احنا موجود عندنا هنلاقي الطريقة بتاعته. هنيجي من قائمة البرنامج نفسه، هنضغط على السيتنج من تحت. تمام، بعد كده additional. بعد كده في حاجة اسمها self defense. هنضغط عليها وهنشيل علامة enable. تمام، continue. بعد كده هنقفل البرنامج ونعمل له خروج من تحت، exit. تمام، نتأكد ان البرنامج من تحت خرج خالص. بعد كده نفتح الملف من تاني. نفتح الملف. تمام، بعد كده الخطوة الجاية ان احنا هنقفل الانترنت عندنا خالص. تمام، هنقفله خالص من عندنا، وبعدين نفتح الملف من ريسيت اند باتش. هنضغط على كاسبر سكاي تيريال ريسيت. تمام، نستنى شوية. يبقى احنا بعد كده اخر حاجة عملناها ان احنا فصلنا النت. بعد ما فصلنا النت شغلنا البرنامج بشكل طبيعي عادي جدا. اشتغل معانا، ودي معانا 30 يوم
بعد ما بيخلصوا 30 يوم دولت، بعد كده بتضغط على الإعداديات، حاجة اسمها ريسيت تريال، بترجعك تاني 30 يوم وهكذا. تمام. بعد ما بتخلص كل ده، تيجي هنا على حاجة اسمها بلوك هوست دوت بات، تضغط كليك يمين. بعد كده ألس ادمنستريتور ران. تمام. بعد كده البرنامج معانا بيشتغل طبيعي جدا. وتحاول ان انت ترجع كل حاجة زي ما كانت. تمام. البرنامج هيشتغل بشكل طبيعي جدا معاك. اما بالنسبة لحتة الابديت ديت، ممكن تعمل لها اجنور، مفيش مشكلة. تمام. بعد كده ايه الحاجات بقى اللي هي الريكويرمنت الاساسية بتاعتنا بتاعت الجهاز، بتاعت البرنامج. اهم حاجة طبعا هو مبيحتاجش امكانيات عالية جدا، يعني على الاقل بيكون في جيجا في الهارد عندك. تمام. المتصفحات اللي هو اللي شغال معاها بشكل كويس، اللي هو كروم او فايرفوكس، دول اكتر متصفحين شغالين بشكل كويس معاه. الامكانيات بالنسبه للويندوز، شغال مع اكس بي هوم اديشن او بروفيشنال اس بي 3 او اس بي 2. يعني من اقل الويندوزات اللي شغال معاها مفيش مشكله، كل الويندوزات هيشتغل معاها بشكل طبيعي. وبالنسبه للبروسيسور، شغال من اول ايتوم وطالع. تمام. ايتوم 1.6 جيجا هرتز او اكتر. بالنسبه للرامات، اقل حاجه تكون 512. الامكانيات ديت انا جايبها من الموقع نفسه. تمام. البرنامج طبعا غني عن التعريف، جيد جدا. ده بالنسبة لبرنامج انترنت سيكيورتي كاسبر سكاي. تمام. كده لو في اي مشكلة ممكن اشوفها في التعليق. شكرا لكم، واتمنى يكون البرنامج مفيد ان شاء الله.